بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل كحك العيد. طالع تحفه ما شاء الله، زي ما انت شايفه كده النقشه ثابته ما راحتش خالص. لما استوى طلع ذهبي ومستوي جدا من جوه وهش، حلو قوي قوي وناعم تمام زي ما بنحب ناكله. وما فيهوش اي اسرار ولا اي حاجات خطيره، كلها حاجات عاديه جدا وبتتعمل في البيت، سهله قوي وبسيطه. خدت هنا سمنه، دي خير بلدي. هي هي مش سمنه بلدي، هي سمنه نباتي بس بطعم السمنه البلدي، طعمها حلو قوي، ريحتها حلوه قوي كمان. هنا حجمها 1450 جرام. هكملها بروابي لان هعمل 3 كيلو من الدقيق. حتى كمان لو حابه تستعملي روابي حلوه جدا كمان في الكحك عادي خالص. هاخد واحده ريحه الموز، وهاخد كيس بيكنج باودر وكيس من الخميره. الكميه دي 3 اكياس دقيق يعني 3 كيلو. هناخد هنا كوبايه ونص من الحليب، حليب بلدي. وهاخد كوبايه من السكر البودره. هنعمل ايه بقى؟ خدت هنا السمنه زي ما انت شايفه شكلها كده شبه البلدي بالظبط، حتى كمان في ريحتها حلوه قوي قوي. كنت ناوي اعمله في العجان بس 3 كيلو ما شاء الله لا قوه الا بالله. ماله الحله قد ايه؟ مع ان يعني هو مكتوب عليه ان هو 4.6 من 10، انا مش عارفه هو ايه الا 4.6 من 10. 3 كيلو مالوه على الاخر، ما عرفتش احط فيه اي حاجه تاني. بس ما علينا، خلاص اتصرفت وجبت صينيه كبيره كده وقدحت السمنه زي ما انت شايفه. بس هعمل لها حفره كبيره لان الحفره اللي عملتها دي صغيره، بس هي عموما هتخرج مني برضه يعني عادي مفيش مشكله. بس عشان كده انا عاملاها في صينيه كبيره، ما رضيتش اعملها في حاجه عميقه علشان ما اتعبش وانا ببسه لانه بياخد وقت شويه في البس، فقلت كده يبقى سهل معايا. وهحط معلقتين كبار من السمسم. وهبدا بقى اغلي في الدقيق كويس جدا بالسمنه اللي احنا حاطينها دي. انا قدحت السمنه، في ناس بتقول انها بتعمل حرقان وكده، لا انا عايزه اقول لك يعني الحرقان ده بقى بيجي حتى واحنا بناكل الزبادي، يعني الزبادي اللي بنبرد بيه بنحس بالحرقان، فما عادتش فرق. بس بتخلي ريحه الكحكه تحفه، السمنه المقدوحه بتدي لها ريحه جميله جدا. وكمان اي نوع من السمنه تقدري تستعمليه، يعني مش لازم تكون سمنه بلدي علشان نعمل كحك العيد ويطلع معانا حلو قوي ريحته وطعمه. لا عادي خالص، ممكن زي ما انت شفتي كده السمنه اللي انا استعملتها دلوقتي، او روابي كريستال، الهانم، اي حاجه سمنه نباتي هيمشي معاكي الحال وهتديكي نتيجه حلوه. هبس كده بالمعلقه لحد ما يبرد، طبعا مش هقدر احط ايديا فيه دلوقتي، بس هو هيبرد بسرعه لاني عاملاه في صينيه واسعه، فده كمان ميزه للصينيه انها تخليني احط ايديا سهل فيه. افضل ابس كده لحد ما الاقي خلاص ما عادش فيه سمنه بره خالص، والدقيق اتشرب السمنه وبقى تمام. هنا كوبايه السكر المطحون معايرتها بالفنجان ده، فنجان الشاي. وهحط كمان ريحه الموز، انا معرفش ان ريحه الموز هتطلع صغننه قوي كده عشان كده جبت واحده. هي المفروض صغيره دي احط منها 3 لكل كيس ازازه.
شايفه فضلت ابس فيه لحد ما بقى عامل ازاي، تحس ان هو عامل زي العجينه. هنا كنت حاطه كوبايه من الميه دافيه وحاطه فيها 3 معالق من السكر ومعلقه من الخميره، ومقلبهم مع بعض لحد ما فاروا هنستعملهم في العجين. هنا خدت كوبايه من الحليب هحط فيها كيس البيكنج باودر، بيخليه هش وحلو قوي وفقش كده من جوه، بيبقى طعمه دايب في البق، بيبقى حلو قوي. وهناخد كمان نص كوبايه من الحليب، بس مش هنزود اي حاجه تانية على الكحك، خلاص كده بقى تمام. بصي ما تتوقعيش ان الكحك ده يعمل لك عجينه كده ملمومه ومتجانسه والحاجات دي، لا انسي. هيبقى معانا عجينه مفروله كده شويه، لان طبعا السوائل اللي فيها مش كافيه لكميه السمنه اللي احنا حاطينها. فاول ما حطينا السوائل خلت السمنه قفشت على طول، بس ولا يهمنا، هنتلاشى الموضوع خالص كأن مفيش حاجه حصلت، يعني كأنها عجينه عندنا تمام. لان لو حطينا ميه مش هيبقى الكحك الناعم الدايب اللي هو بتاع العيد ده، هيبقى عامل زي القراقيش كده. شايفه كل ما هعجن هتتفتفت معايا اكتر، السمنه هتبرد اكتر وهتقفش اكتر. فخلاص انا هبدا بقى كده اشكلها كور، بطريها بايديا، الحته اللي بستعملها بطريها كده زي ما انت شايفه، وبعملها كوره فيها تشقيقه خفيفه خالص ولا تهمنا عادي. شايفه هنبدا بقى نعمل كميه كبيره من الكور عشان ننقشها مره واحده، وتكون حجمها واحد وتحس كده ان الموضوع عندك متساوي. هبدا بقى انقش. في بصمات، في مكان طالع كده استعملناه في وصفه قبل كده برضو للكحك السنه اللي فاتت، لو حابه ترجع تشوف الفيديو هتلاقيه متوفر عند الادوات المنزليه. بس انا بحب دايما انقش بالمنقاش، يعني ده اكتر حاجه بتريحني او بتعجبني كمان. اللي حابب يسهل على نفسه ممكن يجيب البصمات او المكنه اللي قلت لك عليها، او اللي حابه لو تروح تشوفه تشوف في فيديو كحك العيد السنه اللي فاتت. بضغط بس كده على العجينه ضغطه خفيفه خالص، وبعد كده نبدا بقى ننقش بالشكل اللي يعجبنا. كده احسن من بدون فلاش، النقشه ظاهره واضحه شكلها حلو قوي. كملها بس كده عشان هي مش كامله من تحت. عايزه اقول لك الجوانتي سبحان الله ما اعرفش، الصباع اللي بيمسك بيه المنقاش طويل ومش راضي ومصمم انه يفضل طويل كده. هنا من غير الفلاش ظاهر قوي، شكلها حلو جدا. سهله الفكره بتاعتها مش صعبه. يلا خلينا نعمل واحده كمان. نعمل شكل تاني.
يعني شويه بالطول وشويه بالعرض. خلينا نعمل واحده كمان. كده خلاص انا نقشته كله ورصيته هنا في الصواني. هسيبه تقريبا ساعة بعد ما خلصته، وبعد كده هبدأ اخبزه على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. هياخد معاكي تقريبا 25 دقيقة في الفرن، وبيطلع تحفة هايل. شايفة كله شكله حلو قوي ازاي. وكمان اللي اتبقى عندي الصواني ما كفتوش، حطيته على الصينية الكبيرة اللي كنت عاجنة فيها. حلو قوي قوي. شايفة بقى الجمال بعد ما خرج من الفرن. بصي، هو انت بتطلعي كده لونه فاتح، بس لما بيهدى لونه بيغمق شوية، فانت خلي بالك من الحتة دي. طلعيه كده لونه ذهبي خفيف، علشان لما بيبرد هتلاقيه لونه بدأ يغمق. هنجيب بقى هنا السكر البودرة. طبعا انا بحب السكر البودرة جدا جدا مع الكحك، فانا هحط طبقة تحت كمان عشان يبقى شارب كده سكر بودرة وغرقان فيه. في بقى الكحك اللي طالع البريد فيلفت، اللوتس، نوتيلا، بسكوت الاوريو. طالع كحك انواع كتيرة جدا، بس انا بقول يعني الحاجات دي احنا بناكلها في حاجات كتيرة، ليه نخليها في الكحك اللي بناكله مرة في السنة؟ لا انا بحبه كده بطبيعته بعبله. رصيت هنا الكحك بالشكل ده. هرش طبعا طبقة من السكر البودرة. نعمل طبقة كمان. سكتة كده عشان خدت كتير من وقتك. كملتهم لوحدي. أنا بحب السكر فندلق بالكوب. حلو شكل الكحك تحفة، لونه وهمي، ريحته مالية البيت. كل سنة وانتم طيبين. بقى معايا بالشكل الحلو قوي ده. طبعا لازم افتح لك عشان تشوفيه من جوه، بس السكر هيقع. اوبس. الكحكية من جوه تحفة، اللي هي الفقش اللي بتدوب دي على الشفايف، مش بتلحق تروح عند السنان. حلو قوي قوي. كنت عايزة اطفي الفلاش عشان تشوفيها من جوه كمان حلوة قد ايه. بصي بقى، كان في حاجه حصلت هنا. بنتي قالت لي انا عايزه ابرم معاكي الكحك، قلت لها ماشي تمام. شايفه هي في ايديها العجينه ملزقه ازاي، قد ايه ملزقه. تحس ان في حاجه غريبه، تحس ان السمنه بتاعتها كتيره، مع ان لما برمتها لا، بصي السمنه عادي خالص، مش بتلزق خالص في ايديا. وكمان هي لما برمت فيه شويه حسيت ان السمنه انفصلت من الدقيق، مش عارفه ليه، يعني حسيت ان هي عملت حاجه غلط. فانا لما برمت ووريتها، هي بتقول لي لا عشان انت لابسه جوانتي، فقلعت لها الجوانتي وبرمت برده ما لزقش في ايديا خالص. شايفه في ايديها عامل ازاي. ليه بقى؟ مش عارفه. عايز حد خبرة كده يكون يعرف هو بيعمل ايه بالظبط. يعني الكحك ده عايز حد، مش اي حد يعرف يعمله. بس طبعا بالمقادير اللي احنا قلناها، وتبوسي لايديا وانا ببرم الكحك، مش اي برمة تستعمليها. شايفة